السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد سراج من قناة موضوع من التاريخ. الحلقة النهاردة هنتكلم عن أهم ملوك حكموا مصر في العصر الفرعوني والعصر الحديث والعصر الإسلامي. لو انت لسه أول مرة بتتابعني أو لسه أول مرة بتشوفني، يعني ياريت اللي انت تتابعني وتسيب لي كومنت حلو وتقول لي ايه رأيك في الموضوع وتطلب مني الموضوع بتاع الفيديو الجاي أتكلم فيه. نبدأ الفيديو. هستعرض لحضراتكم دلوقتي أهم ملوك مصر. العصر الفرعوني، الملك الأول الملك مينا نعرمر. الملك الثاني الملك أحمس. الملك تحتمس الثالث. أهم ملوك مصر في العصر الفرعوني الملك رمسيس الثاني. أهم ملوك مصر في العصر الفرعوني. التاريخ الإسلامي صلاح الدين الأيوبي. سيف الدين قطز. الظاهر ركن الدين بيبرس. ننتقل لبناء الدولة الحديثة على يد محمد علي باشا. بناء الدولة الحديثة وازدهار مصر. إبراهيم باشا. الخديوي إسماعيل. عباس حلمي الثاني. أهم ملوك مصر من داخل المتحف الحربي من قلعة محمد علي. اللي معروض دلوقتي على جدران المتحف تاريخ مصر في الحروب، العصر الفرعوني والعصر الإسلامي والعصر الحديث والعصر المعاصر. من داخل متحف محمد علي، من داخل قلعة محمد علي. ده المسجد اللي معروض قدامنا، ده مسجد محمد علي. كده يبقى احنا وصلنا لنهاية الفيديو، ودول كان أهم ملوك مصر من داخل المتحف الحربي من قلعة محمد علي. لو استفدت من الفيديو ما تنساش تدعمني.